لو لسه بتشتريها من برّه تبقي غلطانة، تعالي أقول لِك على طريقة الفراخ التِكّة وسر التتبيلة بتاعتها، ما فيش أسهل من كده، بجد تحفة. عايزة أقول لِك هُم بيضحكوا علينا بيبيعوها لنا بالشيء الفلاني، وهي أصلًا تتبيلتها بسيطة جدًا، ويا سلام شايفين اللحمة فيها دايبة دوب، بجد تحفة. عايزة أقول لِك ما خدتش وقت خالص، ووفّرنا فلوس كتير بتدفع، الفرخة لوحدها برّه بتتباع ب300 جنيه، ليه يعني؟ شايفين؟ مستوية وتحفة. يلا نسمي الله ونشوف هنعمل ايه. هنا انا جبت معلقة توم مفرومة كبيرة، وهحط عليها معلقتين كبار من الزيت، وهحط معلقة من الصويا صوص، وهحط ملح وفلفل اسمر وجنزبيل، معلقة صغيرة من الفلفل الاسمر ومعلقة صغيرة من الجنزبيل ومعلقة ملح كبيرة ومعلقة توم مفروم كبيرة، وهقلب كل المكونات دهيت مع بعضيها. وهنجيب كده 3 ليمونات كبار أو 4 على حسب يعني الكمية اللي هتعمليها. طبعًا الدجاج التِكّة دوّة أساسها التوم والليمون، كتّري توم وكتّري ليمون، يعني عايزة أقول لِك ما فيش أسهل من كده تتبيلة، عشان تعرفوا بس إن هُم بيضحكوا علينا وبيبيعوها لنا بالشيء الفلاني. لو تابعتيني لحد هنا ما تنسيش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلِك كل جديد، وننزل كده في التعليقات نصلّي على النبي، وأهم حاجة اللايك هو اللي هيرفع الفيديو. أنا بالنسبة لي باحب أحط لها شطة، حابة أنتِ تحطّي شطة تمام، مش حابة حطّي بابريكا، وهنقلّب كل المكونات دهيّة كده. أنا التوم عشان كنت مفرّزاه فجامد شوية، بس هو بيفُك على طول. كده خلاص. أنا بقى الفراخ بتاعتي غسلتها غسلة كويسة بالملح والخل والليمون، وسِبتها كده منقوعة لمدة ساعة في قلبيها، وقسمتها من عند بطنها كده، من عند الصدر، شايفين كده؟ أنا باورّيكِ هي بتبقى مقفولة إزاي وأنا قسمتها إزاي. ولازم نشيل الجلد، الفراخ التِكّة بيبقوا شايلين منها إيه، الجلد، ما بيخلّوهاش بجلدها. ونبدأ كده نعمل فتحات صغيرة عشان ندخّل التتبيلة فيها، وأهم في الموضوع يعني أهم حاجة اللي إحنا نجيب الفراخ تكون صغيرة، عشان تستوي معانا وما تبقاش إيه، استوت من برّه ومن جوّه يبقى عند العضم كده في دم. أنا وريتها لكم كده وقطّعتها لكم في المقطع الأولاني عشان تشوفوا اللي هي ما فيهاش إيه، دم، الفراخ من جوّه زي الفل ما فيهاش أي حاجة. كده أنا فتحت عملت لها فتحات، وهانزل كده بالتتبيلة عليها واتبلها. واهم حاجه اللي انت تسيبيها منقوعه في التتبيله دي قبلها بيوم، لو مضطره وتعمليها في نفس اليوم على اقل واجب حتى ساعتين اتنين، يعني اقل واجب ساعتين اتنين في التتبيله دهيت. لو انت مستعجله، لو مش مستعجله تبليها وحطيها على رف التلاجة، غطيها وحطيها على رف التلاجة من بالليل، تطلع معاكي احلى فراخ تكه. وعايزه اقول لك الثوم والليمون بيخلوا طعمها تحفه. وهنعملها كمان في فرن البوتاجاز من غير شواية ومن غير أي حاجة، يعني مش هتقولي بقى مثلا إيه، طب ما الفحم وهبهدل الدنيا ومش عارف إيه، لأ هنعملها في فرن البوتاجاز. هجيب بقى شبكة عندي وهجيب تحط تحتها صينية، الشبكة دي بتاعة الميكروويف، تقدري تجيبي الشبكة بتاعة البوتاجاز تغسليها وتقومي إيه، حاطة عليها الفراخ. حابة تقطعي الفراخ دي قطع 4/4 تمام ما فيش مشكلة، بس أنا حبيت أخلّيها كده إيه، سليمة زي اللي بتتباع برّه. أهم حاجة لازم نشيل الجلد منها. طبعًا أنا كنت سِبتها إيه، في التتبيلة ساعتين 2، وهاجيب كده مَيّة سخنة وأحطها في قلب الصينية اللي تحت. الخطوة دي مهمة عشان هي هتستوي برضُك على البخار اللي طالع منها، وهاكون مشغّلة الفرن على نار عالية، وهادخّلها أحطها في الرف اللي في النُص. أدي كده هي استوت معايا وشايفين اللون بتاعها تحفة. بجد خدت لون تحفة، وعايزة أقول لكم أنا ما قلبتهاش، هي خدت اللون على الناحيتين وهي زي ما هي كده. هنا بقى أنا جبت فحمية ولعتها، وأحط كده عليها نقطتين من الزيت، تطلع بقى الدخنة بتاعتها كده تاخد ريحة الفحم.
عشان برّه بيعملوها على الفحم، إحنا عملناها في البوتاجاز وفي نفس الوقت تاخد إيه، ريحة الفحم. هادخّلها بقى في قلب الفرن، طبعًا الفرن مطفي بس عشان أقفل عليها الباب وتاخد ريحة الفحم. شايفين أهي، بجد تحفة ومستوية، عايزة أقول لكم طعمها جميل جدًا. اعملي بقى جنبها شوية رز أصفر كده والّا رز بشعرية، بجد جميلة. استنوني بقى في وصفة جديدة من وصفات لُمّى واشوف وشكم على ألف خير.